لأن شنو هنا ولاء للغرب يترتب عليه ريع مالي، مساعدات هذه اللي يسموها يقسموها، يدخل عن طريق البنك المركزي، تمشي اللي دايرين دو كريدي في البنوك ويعطيوها للموالين وتتقسم. وهذا كيفاش؟ شكون كان ياخذ القرض؟ شكون كان ياخذ القرض؟ لازم عنده كارطه حمراء، فهمتني؟ فاللعبه هذه الان اولا ما توقفتش، ثم هي بصدد اعاده انتاجها. نحن الان ما عندنا حتى ضمانات، ما عندناش رؤيه وطنيه، ما عندناش خيارات وطنيه في الاقتصاد، فهمتني؟ هل حلول ترقيعيه نتاع الضغط على نسبه التضخم والضغط على الاسعار وهذه الامور الترقيعيه، انا في رايي يعني هي مطلوبه اكيد، انه الانسان ما يلزموش يدحرج الى ما هو اسوء، لكن وين اين هي الخيارات الوطنيه؟ احنا لم نناقش خيارات وطنيه. احنا المفروض يعني احنا كان عندنا ديزافيريست، ما عندناش ديزوم دافير كما اكثرهم ديزافيريست، وكلهم متمعشوا من انه يدفع للتجمع باش ما يخلصش الفيسك وياكل حقوق الديوانه وما يخلصش الفيسك، لانه هذاك عائدات للدوله تضعف بهم الدوله، وتبقى ديما يدها ممدوده الخارج تطلب، ويخلونا في وضع تبعيه. وهذه خيارات، هذه اللي الصوره اللي ما وقعش تقويمها وتقديرها باش نجموا نتجاوزوها وتحميل المسؤوليات فيها. الان نشوفوا يعني كلمنا، وبالمناسبه نتوجه بتحيه للسيد محافظ البنك المركزي اللي مدنا برقم انه يعني حوالي 10,000 مليار كريونس كربونيزي، لكن ما نعرفوش شكون خذاهم. او الناس تمول في اعتصامات وحملات من فلوس العموم، واللي قاعد في الدار يخلص الكراء. تو الاجيال الجايه تبدا تخلص مسكنه، فهمت؟ الشعب ولد مبارك الحفيانه، لكن لو تشوف فيهم العصابات هذوما، فهمتني؟ اقتصاد عصابات كان، والديكتاتوريه ما تجيب كان اقتصاد عصابات، فهمتني؟ ان ايكونومي مافيو بوليسيير، فهمتي؟ يعني وهذا ما خلانا نعانيو الان، احنا نعانيو التبعات. لكن في عوض احنا نمشيو في مسار الثوري ونحلوا الملفات هذه، تو نتحدثوا على انقاذ المسار الانتقالي او المسار الانتقال الديمقراطي.